ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن حفله تسريبات لشركه جوجل. شركه جوجل السنه دي هتعلن خلاص على يوم 4 اكتوبر اللي جاي عن الموبايلات بتاعتها الجديده اللي هي الجوجل بيكسل 8 من سلسله البيكسل. بس ده مش المفاجاه الوحيده، المفاجاه كمان اللي جايه اللي انت يعتبر هيبقى عندك ايكو سيستم هيتعلن عليه في الشركه او هيتعلن عليه في المؤتمر الصحفي اللي هيبقى فيه صحفيين كتير جدا موجودين فيه يوم 4 اكتوبر اللي جاي، وده هيبقى في مدينه نيويورك. هيتعلن فيه عن حاجات كتير. اول حاجه الواتش بتاع البيكسل 2 الجديده الجيل الثاني، وكمان هيتعلن عليها عن ايربودز جديده من شركه جوجل كمان، والساعه بتاعتها كمان اللي هيبقى فيها سكيورتي امان اكتر وحاجات. هنتكلم عن ده كله بالتفاصيل، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه تعالى نتكلم عن الجوجل بيكسل. اول حاجه هو مفيش تفاصيل كبيره قوي على الموبايل ايه اللي هيحصل فيه او المعالج عامل ازاي او الحاجات دي كلها، ولكن الموبايلين اللي موجودين عندك ال8 وال8 برو في فرق كبير جدا. اول ما هتشوف كده هتلاقي ان في فرق في الحجم، فرق في الحجم ما بين ال8 العادي وال8 البرو، مع ان هما بيقولوا ان هو المفروض جايب نفس الحجم القديم اللي هو 6.7 انش، بس ما اعتقدش بده. الحاجه اللي تقدر اساسيه نقدر نقول عليها ان هي فعلا بقت موجوده ان انت لو بصيت على الظهر بتاع الموبايل بتاع ال8 برو هتلاقي ان هو جاي من السيراميك، وفعلا هنا المره دي هم غيروا الظهر بتاعه وخلوه جاي من السيراميك، فهو هيبقى عندك كمان قوه استحمال زياده للموبايل. ده غير كمان ان انت عندك الحزام بتاع الكاميرات اللي جاي من هنا اللي هو جاي كمان من نوع البورسلين، علشان هو برضه يقدر يستحمل معاك اكتر لو وقع منك، لان كمان الحزام اللي موجود في الكاميرا هم مسمينه حزام ده ابرز او ده اكبر بروز ممكن تشوفه الكاميرا في حياتك، لان هو في حزام حرفيا محطوط كده تحس ان هو عامل نظاره، في نظاره محطوطه ومحطوط عليها الكاميرات، فلازم يكون في حمايه شويه على الحزام ده. لكن هم ما سربوش حاجات تانية مؤكده. كمان المؤكد هنا اللي انت هيبقى عندك اللون الوردي ده كان موجود في التسريبات، ولكن دلوقتي بقى حقيقي موجود وظاهر. لكن الحاجات التانية مثلا زي المعالج، الشاشه، الامكانيات دي كلها لسه هيتسرب او لسه هيبقى موجود عليها حاجات رسميه يوم 4 اكتوبر اللي جاي. الحاجه الموجوده الجديده في الجوجل واتش بتاعها اللي هو الجيل الثاني هيبقى في السكيورتي، ان هي خلت ان في حاجات كتير جدا موجوده في السكيورتي اكثر امانا، وكمان موضوع الصحه يكون احسن ويكون مطور بشكل كبير عشان يكون دقيق اكتر بكتير من الاول. ده غير كمان ان الحاجه الحلوه دلوقتي اللي انت لما يكون معاك الايه او معاك السماعه الجديده كمان هتلاقي ان هي عملت كونكت تلقائي لاي حاجه من جوجل، هتلاقيها عملت كونكت تلقائي للجهاز بتاعك على طول من غير ما تكون انت مستني ان انت تعمل كونكت من هنا ومن هنا. طبعا هتبقى توفير في الوقت اكتر. ما اعلنوش حاجه عن الاير بتاعتها او الاير بودز، انا ما اعرفش هم هيسموها ايه، بس هم ما اعلنوش اي حاجه عنها. بس الصراحه اللي انا شايفه ان هيبقى في فرق كبير ما بين الشكل بتاع البوصه بتاعه ال8 العادي وال8 بلس، هيبقى في فرق كبير جدا ما بينهم هما الاثنين، الفرق كبير قوي فعلا ملحوظ جدا. وتعالى بقى نتكلم على الخبر الثاني، بس ده خبر اكيد او ده حصل بقاله فتره، بس انا هتكلم عليه دلوقتي اكنه يعني حصل بقاله فتره، ماشي الحال اكنه حصل دلوقتي. شركه جوجل اعلنت عن ان هي هتعمل جوجل بيكسل فولد، وهي عملته فعلا، وكمان اطلقت عنه على مؤتمر المطورين بتاع السنه دي. هي عملت مؤتمر المطورين السنه دي واعلنت عنه جوجل بيكسل فولد، ولو انت بصيت عليه من اول نظره هتلاقيه شبه ان هو سامسونج الفولد حقيقي، هو شبهه جدا، وهو فعلا دي اول شاشه سمارت او ده اول جهاز سمارت من جوجل يكون بيتني او يكون بيطي زي ما هو بيقولوا بيتقفل. والشاشه اللي موجوده هي من جوه 7.6 بوصه وبتيجي بشاشه اوليد، والشاشه الثانيه اللي موجوده هي 5.7 بوصه. الشاشه اللي هي بتبقى من بره لو انت هتخلي الموبايل اكنه الموبايل مش تاب، الشاشه اللي فيه هنا 5.7 بوصه وشاشه اوليد برضه. والمعالج اللي موجود هنا هو من جوجل برضه، هو تنسور جي 2، واحنا اتكلمنا عنه قبل كده في الموبايلات بتاعه جوجل اللي انا اتكلمت عنها قريب. والمعالج تنسور جي 2 يقدر ان هو يتقارن بالسناب دراجون 380 بتاع الفلاجشيب بتاعه السنه اللي فاتت، فهو معالج قوي جدا برضه. ده غير كمان ان انت عندك هنا الموبايل هيجي ب 12 جيجا رام بسرعه او بتردد او بالتراث بتاعه اللي هو الدي دي ار 5، مع سعه تخزين واحده اللي هي هتبقى نسخه واحده للموبايل وهي 512 جيجا، مع كمان عندك 5 كاميرات موجوده في الموبايل او تاب، 3 كاميرات خلفيه وكاميرتين سيلفي وواحد فول واتنين طعميه. تعالى بقى نتكلم ايه المميزات بتاعه الموبايل ده اللي تخليه فعلا ان هو يتقارن مع السامسونج فولد والحاجات دي كلها. تعالى بص اقول لك حاجه. اول حاجه ان المعالج اللي موجود في الموبايل زي ما انا ما قلت لك ان هو معالج يعتبر بيتقارن بالسناب دراجون 380، دي طبعا حاجه قويه جدا. الحاجه الثانيه ان هو نفس المعالج اللي كان موجود في ال7 برو اللي احنا اتكلمنا عنه، ان هو دلوقتي يعتبر في السنه اللي فاتت، فيعتبر برضه في نفس المجال، فمفيش كتير. وفعلا المعالج ده هيقدر ان هو يشغلها في كل حاجه انت عايزها بمنتهى السلاسه من غير بجات ومن غير اي لاج ومن غير اي حاجه. والحاجه الثانيه اللي انت عندك الشركه هي اللي بتعمل السوفت وير وهي اللي بتعمل كمان المعالج، فانت عندك كل حاجه هتبقى فيها كاستمايز بشكل كبير جدا مع بعضها. ده غير كمان اللي ده معناته ان انت كمان في التصوير هتلاقي ان في الوان حلوه، وده هنتكلم عليه قريب. ده غير ان الشاشه الاولد بتاعه الموبايل ده هي هنا بتيجي بدقه الفول اتش دي بلس 1840 في 2208 بكثافه بكسلات
380 بكسل لكل بوصه. التردد بتاع الشاشه هنا هو 120 هرتز، ودي طبعا ميزه موجوده طبعا في الموبايل اكيد لازم نتكلم عنها، وما اعتقدش ان هي موجوده في الفولد بتاع سامسونج اعتقد. ده غير كمان ان السطوع بتاعه هنا بيوصل لغايه 1000 نتس، فده هيبقى في الشمس واضح وضوح الشمس. وكمان لو انت فعلت التقنيه ال HDR اللي موجوده في الشاشه هتوصل السطوع معاك بدل 1000 نتس ل 1450 نتس، هيبقى عندك السطوع عالي قوي. والشاشه الثانيه اللي هي الموجوده على طول الموبايل لو انت هتقلبه وتخليه موبايل عادي، الشاشه اللي موجوده برده فول اتش دي بلس بتردد 120 هرتز وبتيجي بسطوع 1200 نتس، ومحطوطه بطبقه حمايه من كورنينج جوريلا اللي هي الفيكتس اللي هي بتحمي من الخدوش والحاجات دي كلها. انت عندك كمان هنا الشاشه الداخليه والخارجيه 120 هرتز والسطوع بتاعها عالي جدا. والبطاريه بتاعت الجوجل هنا هي 4800 ملي امبير، والموبايل هنا بيدعم الشحن السريع اللي هو 30 واط، وكمان بيدعم الشحن اللاسلكي برده نفس الكلام بس ما قالوش كام واط بالظبط، بس هو بيدعم. والموبايل هيقدر يشحن معاك اعتقد من 0% في ساعتين الا ربع اعتقد، او ممكن يكون اقل من كده، وهو كتبوش تفاصيل برده، بس ده اعتقد من الخبره، يعني خد مني الخبره. خلي بالك انا راجل محلل مخضرم ودارس بره وجوه. لو انت استخدامك بسيط شويه مش اللي هو العاب على طول، الموبايل هيقعد معاك اليوم مستريح، ولكن لو انت العاب شويه وضغط عليه فممكن يقعد معاك اليوم بس بصعوبه، هتلاقيه مثلا قاعد معاك لغايه 10% وبتاع. تعالى بقى نتكلم هنا عن برضه الحاجه الثانيه موجوده في الموبايل وهي الكاميرات. تعالى نتكلم الاول على الثلاث كاميرات الخلفيه. اول كاميرا اساسيه معانا بتيجي ب 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، والكاميرتين التانيين بيجوا بدقه 10 ميجا بكسل، واحده بتيجي للتليفوتو والثانيه بتيجي بزاويه واسعه جدا ودي مخصصه للالترا وايد. ده غير الكاميرا الاساسيه فيها ميزه اللي هي فيها المثبت البصري علشان يقدر اللي هو يثبت الصوره. كمان الكاميرا السيلفي اللي هنا بتيجي ب 9 و8 ميجا بكسل، معرفش ايه 9 وكسور دي برضه، حتى كمان الكاميرتين التانيين بيجوا ب 10 انا مش فاهم برقم ده غريب بس ما علينا. وبتيجي كمان بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا الثانيه اللي معاها بتيجي ب 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0. والموبايل ده لما تيجي تصور منه طبعا انت هتطلع منه صور حلوه والصور ممتازه والتفاصيل بتاعتها كويسه جدا، ودي طبعا معروفه عن جوجل، وانا بتكلم على جوجل على طول وبقول ان هي من افضل الشركات في الكاميرات وتقدر تنافس بيها ايفون. بس هنا كمان المميزات اللي موجوده في السوفت وير بتاع جوجل نفسه، اللي انت عندك هنا خاصيه ان انت تقدر تشيل اي حاجه انت مش عايزها عن طريق السوفت وير منه. صورت الصوره دلوقتي وفتحت الجاليري، في مثلا حاجه انت عايز تشيلها، في شخص عايز تشيله، تقدر تشيله بمنتهى السهوله وهو بالذكاء الاصطناعي هيقدر يظبطها لك. وكمان لو انت عندك نويز شويه، عندك صوره خدتها كده بسرعه وعندك نويز فيها، تقدر كمان من عن طريق السوفت وير ان هو يظبطها لك ويحط لك عليها بيكسلز الزياده بحيث ان هو بالذكاء الاصطناعي برده يظبطها لك. كل الحاجات دي هتبقى فري، مش هتبقى محتاج بقى برامج ايديت بيكس ارت والحاجات دي كلها عشان تجيب الميزه المدفوعه موجود هنا في السوفت وير مجانيه. ده غير هنا كمان التصوير الفيديوهات هيبقى 4K في الكاميرا الخلفيه والسيلفي، والبصمه اللي موجوده هنا هي مدمجه في الزرار الباور وسريعه جدا وما بتغلطش. وكمان المنفذ اللي موجود هنا طبعا هو عندك يو اس بي سي تايب سي. والسماعات هنا هي بتيجي بتقنيه السبيشال اوديو، يعني انت عندك هنا سماعات ستيريو تقدر اللي انت يكون عندك صوت محيطي تعرف الصوت بوضوح جدا، وكمان الصوت بتاعها عالي، ومع دعم الشبكات الجيل الاخير اللي هو ال 5G، وكمان في خاصيه ال NFC. الموبايل فيه خاصيه ال NFC، والموبايل مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي اكس اي، والموبايل بيجي بنظام اندرويد 14 اللي هو احدث حاجه. كمان هم هنا حاطين ضمان للموبايل ان هو هيجي لك تحديثات دوريه للموبايل كل 5 ساعات. ايه ساعات دي انا مش عارف، اعتقد ان هم قصدهم 5 سنين اعتقد، بس هم كاتبين 5 ساعات، فانا حبيت ان انا اقولها لك كده عشان ما اقولكش 5 سنين وتطلع في الاخر 5 ساعات زي ما بيقولوا. انا مش فاهم يعني ايه 5 ساعات الصراحه. والموبايل بيجي بلونين، الاسود والبيج، مفيش حاجه غير كده. وتعالى بقى كمان نتكلم عن حاجات برده بسيطه هتفرق معاك في الموبايل، وزن وسمك الموبايل. وزنه 283 جرام والسمك بتاعه 12 مللي. طبيعي ان هو يكون كبير، ده طبيعي، بس هو تقيل شويه او تقيل حبتين. بس هنا مفيش منفذ سماعات 3.5 مللي في الموبايل، تقدر تحط له شريحتين بس من غير ميموري كارد، مفيش ذاكره خارجيه. الحاجه الثانيه برده هنا اللي انا عايز اقولها لشركه جوجل، شركه جوجل بقت بتقلد ايفون في الحاجه الوحشه. الشاحن اللي موجود هنا اللي انا قلت عليه 30 واط هو مش موجود في العلبه اصلا، هو جايبين لك الموبايل وشكرا، وتقريبا في جراب. كان غير كده الموبايل من غير اصلا الشاحن، ودي حاجه انا مش عايز الناس تاخدها من ايفون بتعملها معرفش ليه. يعني انت اصلا مش حاطه مميزات في الموبايل، انت بتجيبي مثلا موبايل جديد، يلا يا جماعه حط لكم موبايل جديد، ايه الجديد فيه؟ ولا حاجه، انا بس هو اسمه 14 يا راجل. ده الحاجه الوحيده اللي عملتها عدله هو انها عملت الموبايل تايب سي، بس برضه حاطه من غير شاحن. فانا مش عايز الناس تقلد ايفون في حاجه زي كده، ده برضه حاجه مضايقاني مع المنفذ السماعات اللي مش موجود، فده مضايقني اكتر. ده كان كل حاجه عندنا في الموبايل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، تعالوا زر الجرس عشان يجيلكم فيديوهاتنا كلها اول باول. في امان الله.